سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. قبل ما نبداو لا فيديو تاع نهار اليوم ما نساوش نصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا روتين تاع نهار اليوم كنت بديتها بنتي عطيت لها داك التيغوار تخملو وتمسحو. توجور نولف لها كشغل مصغر ونعطي لها حاجات خفاف تعاوني بيهم. كنت نحيت تاني الفراش ديالي وحطيته يتغسل ونبدلو اكيد. ومن بعد كانوا عندي شويه حوايج جوزت لهم كامل بالصابون سيدو على ليطاج. صراحه انا ما نتكش على الماشينه لافي يعني تخرجهم لي. توجور كي يكونوا هكا ديطاج لازم نجوز لهم بالصابون. وكانوا عندي شويه ماعن تاع القهوه جست نغسلهم هكا معاكم. وكيفاش البنات كاش سخانه عندكم كاش تحواس كاش خرجت. نقول لك اللي تخرج وتحوس بصحتك واللي ما تخرج كي حالتي. انا قاعدين غير في الدار نقول لك الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يعني الواحد دائما يشكر ويحمد ربي على اي نعمه بسيطه. الوحدة كي تنوض الصباح بصحتها ولادها بخير وعلى خير الدنيا وما فيها صدقوني. الباقي مجرد كماليات. صح الوحدة تحب تخرج وتحوس وتبدل أكيد قاعدتك نحبو، لكن كل وحدة وظروفها في هالدنيا. نقولك ما ديريش لابريسيون لعمرك سواء ليك وسواء للزوج. نهار اللي يكون المورال طالع وكامل يحب يخرجك اخرجي بروفيتي، لكن إذا كان ممهومة يحلي لهم جغ مع السخانة والخدمة والتعب تاع برا والخبزة ماشي سهلة. نحسنوا شوية العون. نقولك ديري أجواءك في دارك مهما كانت حالتك، بدلي خلقي الأجواء هذه هي. وإن شاء الله ربي يفرج على كل وحدة مهمومة، واللي مريض إن شاء الله ربي يشافيه، واللي ماتلو أي إنسان عزيز ربي يرحمه. نقول لك تفكري توجور انه كاين ناس برا راهي محتاجه سكن، محتاجه انها تكون هكا مسطوره في دارها، محتاجه شويه بروده. نعمه هادوما اللي ما نشوفوهمش حنايا حتى تروح لنا باش نحسو بيهم. نقيت كامل البوطاجي تاعي ونشرت الحوايج بعد ما تغسلوا، رحت ديريكتومون للفريجيدار فيديتو كامل. كنت نقيها كان جوزلو، لكن عندي شحال ما نحيتلوش هكا لي زيطاجر وغسلته بالطبع. ثم نحيت كل حاجه فيه، حطيت هذوك لي زيطاجر تاع الباب والتيغوار غسلتهم تري بيان وحطيتهم. ومن بعد حكيته كامل من الداخل وعاود جوزتلو بشيفون هكايا تكون نقيقيه. عاودتلو تاني بهاد لوغاج ولا البرودوي بزاف هايل، ماشي بيبليسيتي، لكن انا الحاجه اللي تفيدني ولا تفيدكم نتوما نعطيها لكم. ريحته بزاف هايله جوغ ميم كي تنقيه يعطي واحد لابغيونس ما شاء الله. كما كنتوا تشوفوا عاودت نقيت كامل الحاله، رتبت كاع واش لازم يعاود يدخل، وهكا كنت هنيت منه. ومن بعد كنت رغونت كامل الطابله تاعي ومسحتها، نقيت كامل الحاجات اللي فوقها ورجعتهم لبلايصهم. وهكا راني نحافظ كما يقولوا على النقاط تاع داري. صراحه راني نخدم شغلي مع الحشيه صباح لي نقيه، سواء ندوش ولا نتهلا في روحي نتهلا في ولادي. والحشيه هذيك ندير كل حاجه على ضربه، وهكا تصبح لي صباح نقيه ندير حاجات خفاف وندير راني دايره البروغرام تاع كل نهار واش نحي من الشغل الكبير اللي ما نديروش تاع دايما. فوالا، وقلت ما نخرج من الكوزينه حتى نكملها كامل. كنت مارينيت اللحم ديالي، درت 2 مرصوات كبار، مرصو واحد نحمره في الفور والاخر قلت نخبيه ان شاء الله نهار اللي تتلف لي ولا ما يكونش عندي واش نطيب يكون هذاك واجد، نزيد نقلي معاه ديفريت ولا بطاطا مفوره في الفور هكا نكون ريحت. يعني دائما المرأة لازم تكون هكا شاطرة في دارها، تحبر وتدبر كما يقولوا كي النملة. هكا نكون فريتها مع الكوزينة ورحت ديريكتومون لي شامبر، نقيت كامل الحالة، مسحت كل حاجة ومسحت الزجاج ديالي. كملت كيف مع لا شامبر تاع وليداتي ورحت للتسياق. كنت شمخت النشاف تاعي كيما كنت تشوفوا،
ومسحت، ومن بعد نعاود نجبد ونشف كامل الحالة. هكا لا سيمين كامل تبقى الدار نقية. تبقى لي هكا كيما قلت لكم البروغرام اللي راني دايراتو، ندير خطرة في السمانة هذا التسياق الكبير والنقا وكامل، ومن بعد نبدا ندوز وندير كاش ركنة في الدار اللي ما نديرهاش دايما. هكا تلقاو الصيف تاعكم ما ماشي غير يروح لكم غير في الشغل وكامل، اللي تحب تخرج ولا تبقى توجور دارها نقيقية. كملت مع الدوش كيف حكيت، ونقيت هذاك الليفي والعيون كل حاجة، وعاودت نشفت. ومن بعداتك عاودت غلقت كامل الحالة باسكو كانت فريمون سخانة. يا البنات ان شاء الله ربي يدوم علينا نعمة البيت. والله صراحة اللي تخرج الخدامة وكامل راهي تحس وش راني نقول، باسكو يا حليلهم هذوك الخدامات تلقايها تقولك وكا راني مريحة في الدار، واللي راهي مريحة في الدار تقولك وكان غير راني نخدم. وكل وحدة ورايها في هذا الشيء. إن شاء الله ربي يخلي لنا صحيحتنا ويدوم النعمة علينا. نقيت كامل الدار وكملت مع الصالون، ومن بعداتك غلقت كامل الحالة. شعلت لاكليم وهكا نكون كملت كامل شغلي. شغل تاع الدار صدقوني ما يخلص. ثم رحت ديراكتومون اتاكيت روحي، تهليت في روحي ودوشت هذيك التدويشة الأسطورية. ليسيت شعري اللي عندي شحال هكا ما جبتوش مع السخانة وكاملة كتعرفوا. من بعد عاود دخلت الكوزينة اللي ما منها مهرب. كملت العشاء تاعي، طيبت الرز ووجدت هذيك لا سالاد. ومن بعداتك رحت طويت كامل الحوايج اللي عندي. هذه هي البنات ولا غير الشغل تاع الدار لو كان تبعيه ما يخلص. تسمعوا الوحده تعرف كيفاش تخدم وتقسم وقتها. ومن بعداتك قبل العشاء هكاك كنت وجدت لي كراب لوليداتي باسكو يموتوا عليهم. قعدت مع وليدي شويه وهكا بدا يلون يعني خربش باسكو مازالوا صغير في عمره غير عامين. خليته المهم عطيت له شويه وقت. دائما يا البنات نحاول الماكسيموم ما نخليش كيما يقولوا الشغل يدي لي هاد اللحظات، باسكو ولادي الا فاتوا كبروا انا ما راح ينفعني الشغل ولا تنفعني الدار. هذه هي دائما نحب نخلي دي سوفونير مع وليداتي. الواحد داو يكبر والوقت بالخف يجوز، ثم لازم نبروفيتيو نشبعوا من ولادنا. هذه هي حاجة مدوم في هاد الدنيا. مول العشاء كيما شفتوا اللحم كان طاب زبدة الله يبارك. شد لي شوية وقت لكن جاب بزاف بنين مع داك الرز. تعشينا اللهم أدمها نعمة. وجست درت لي كريب، درتهم فاخسي بالشوكولا والبنان والكراميل، هذيك جاو بزاف بنان. داير مالف نديرهم غير مع بالشوكولا، سي لا بروميير فوا لي ندير لهم الكراميل. انا كان عن بالي تجي بزاف حلوه بصح سيوها ورجعوا لي بالخبر بزاف يجوا بنان. وهكا كانت خلاصت لا جورني تاع نهار اليوم. حطيت لهم سهرة خفيفة ان شاء الله ربي يدوم النعمة وهاد اللمة بيناتنا. وكملت لا جورني تاع نهار اليوم بهاد الاسكيمو. نقول لكم تهلاو في روحكم وسلام.